ناس كتير جدا ابتدت تنتقد التصميم دوت وتقول ايه القرف ده. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ خلينا لما البريمير ليج قرروا يعملوا براندنج راحوا لشركه اسمها ديزاين دوت ستوديو، ودي من اقوى الشركات اللي في العالم اللي بتشتغل براندنج للحاجات الرياضيه. طبعا ده استوديو تصميم عبقري يا جماعه. النتيجه كانت ثوره في عالم البريمير ليج. الهويه دايناميك وتحفه، فيها روح وشبابيه وفيها باور فظيع. ده شغل الشركات المتخصصه اللي شبه ديزاين دوت ستوديو. تعالوا بقى نروح للفيفا. الفيفا سنة 2026 عندهم كاس العالم، فسنة 2023 بدأوا يعلنوا عن إطلاق الهوية الجديدة لكاس العالم 2026. وهنا كانت المصيبة والكارثة. فيفا كان عندها تاريخ مشرف من الديزاينز المعمولة لكاس العالم من أول 1970 تقريبا. كانت بتتعامل مع ايجنسيز خارجية بتعمل لها الشغل بتاعها، زي مثلا انلوك البرتغالية اللي عملت لهم شعار قطر 2022 اللي كان تحفة وكان مليان حاجات جميلة جدا. الاستراتيجية بتاعت الفيفا هنا كانت واضحة، ان انا هسيب العيش لخبازه. انا رحت شركات بتفهم قوي وبتعرف تعمل براندنج كويس قوي، وهي دي اللي هنخليها تعمل حاجات كاس العالم. لكن في 2023 قررت فيفا ان هي تجيب ديزاينرز جوه الفيفا نفسهم، وهم دول اللي هيعملوا كاس العالم ل 2026. وهنا كانت المصيبه او الكارثه في عالم التصميم. يعني التصميم كان رد الفعل بتاعه عنيف جدا، زي ما انتم شايفين كده. ناس كتير جدا ابتدت تنتقد التصميم دوت وتقول ايه القرف ده، والديزاين ما رضاش اي حد. الازمه حطت فيفا تحت ضغط جامد جدا. ده غريب. كاس العالم للانديه ده من اول مره يتعمل وبيجمع 32 فريق، وطبعا ده كان بالنسبه لفيفا الناس كلها بص على فيفا هتعمل ايه. وهنا قررت فيفا برضو ما تروحش لاي ايجنسي تانية، وقررت ان هي هتعمله برضو ان هاوس. هقول لك تاني ايه؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني. لما اتكشف عن هويه 2025 لكاس العالم كانت ردود الفعل مختلفه شويه. اول حاجه لازم نفهمها ان ده مش شكل لوجو حلو وخلاص. فيفا قررت ان هي تلجا لاقوى انواع الشعارات وهو المونوجرام، دمج ما بين حروف من اسم البراند، وفي حالتنا دي اللوجو هو دمج فني مدروس لحروف اسم البطوله اللي هي كلاب وورلد كاب. بتظهر بقى الحروف دي اللي هي سي ودبليو وسي. لو ركزنا في التكوين هنلاقي ان الحروف متصممه بطريقه هندسيه بجد، هي جيومتريك جدا حلوه. انت بقى كديزاينر قول لي رايك في الكومنتات وقول لي هل هي حلوه ولا مش عاجباك قوي. لكن انا هقول لك رايي الشخصي دلوقتي. بصراحه هو ديزاين احترافي حلو، لوجو شكله جامد، ولكن ينفع لبنك، ينفع لشركه استثمار، لفيستيفال مثلا، ينفع لمؤتمر اقتصادي، ينفع لحاجات كتير قوي، بس حاسس ان هو ما ينفعش للكوره بصراحه. تصميم يعني بيكلم العقل شويه مش بيكلم القلب، والكوره عايزه قلب وهي كلها مشجعين. الكوره اصلا لعبه شعبيه، فانا شايف ان هم يعني ما مشوش صح بصراحه.